ان كل واحد هي اصلها دور وتسلسل. يعني مثلا لو دولها بين الناس، فانا كنت عايز اوجه الرساله للناس كلها وللدنيا كلها، واقول يا جماعه ان صله الرحم هنا مهمه قوي. عايز اقول يا جماعه ان احنا ممكن اي واحد فينا، انا كنت من شويه وانا قاعد مع الاستاذ شريف شحاته بره بقول له شريف احنا ممكن يعني يجي علينا وقت من الاوقات ونبقى كبار كده ونيجي نختار نقعد في دار مسنين عشان نقعد مع في وسط ناس كبار زينا يفهمونا ونفهم بعضينا ونبقى مرتاحين مع بعضينا. فقال لي والله ممكن، انا برضو القضيه شغلاني. فالحقيقه هي قضيه شغله الدنيا كلها. انا بس اللي انا عايز اوجهه مش حكايه ان انا هبقى في دار مسنين او غيره، اللي انا عايز اوجهه لكل الابناء ولكل الاباء وكل الناس ان احنا ناخد بالنا يا جماعه من الموضوع ده، وان احنا اللي عنده جد لازم يزوره، اللي عنده اب ما يسيبوش. يعني انا اعتقد لو عندي ابويا انا لا يمكن ان انا اسيبه ولا افرط فيه، وان انا لو حتى هترفد من شغلي، لو هترفد من كل حاجه، لا يمكن ان الواحد يسيب ابوه ولا يسيب امه. وطبعا في الدور اللي تحت فيه برضه مسنات اللي هم السيدات الكبار في السن ال80 وال70 او الدور اللي فوق. انا عايز اقول يعني يا جماعه ان احنا محتاجين الحته دي الصله، لان يا جماعه هو لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان صله الرحم تطيل العمر، النبي عليه الصلاه والسلام قال لمن سره ان يبسط له في رزقه او ينسى له في نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال برضه ان صله الرحم سبب من اسباب دخول العبد الجنه، ده عشان الاهميه دي والمكانه دي. والنبي عليه الصلاه والسلام لما بين ان برضه صله الرحم، ان قطيعه الرحم لا تدخل العبد الجنه. ربنا في القران كده قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. يعني أي واحد لا يصل رحمه ربنا بيلعنه وربنا بيخرجه من رحمته وربنا لا يتقبل منه هذا. عشان كده يا جماعة احنا كلنا هنبقى بهذه الكيفية وبهذه الصورة، كلنا هنكبر في السن كده، قد ربنا سبحانه وتعالى يردنا إلى أرذل العمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطول أعمار الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعطيكم الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يحكوش لحد ولا ابن ولا بنت ولا يحكوا لحد أبدا، وأن انتم تفضلوا أقوياء كده وأعزاء. وخلي بالكم ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، لعل ربنا سبحانه وتعالى بيكفر الذنوب، يمكن ربنا بيرفع لكم الدرجات عشان الانسان لما يموت يدخل الجنه على طول. ولذلك حتى في الحديث ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبعت حتى ملك الموت ويقول له روح عبدي فلان، يقول له لو لقيت عنده شويه سيئات ولا حاجه شدد عليه في السكرات حتى يلقاني ولا سيئه عليه. فيجي ملك الموت يشدد عليه في السكرات، ربنا يقول له لا خلاص الا فخفف عنه فاني قد غفرت له. هذا الحديث وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي من نفس المؤمن حين يلقاه الموت. فعشان كده انا طبعا انا ما اقدرش انصحكم لان انا ابنكم الصغير، لكن انا خلينا نذكر بعضنا. ربنا قال كده في القران، قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فاحنا من باب الذكرى بنقول احنا محتاجين نقعد في استغفار، محتاجين نقعد على طول في ذكر، لان احنا لما بنستغفر ربنا قلبنا بيتوسع ونفسنا بيتوسع وبنحس ان احنا مرتاحين وان احنا افضل بكتير من هذا الكلام. فاحنا محتاجين دايما نقول نستغفر الله. أنا برضو مش عايز أسيبكم إلا إذا أنتوا يعني دعتوا لنا إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وربنا برضو يشفينا ويرفع عننا. احنا برضو عايزينكم تدعوا لنا إن احنا ربنا يشفينا وإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. إيه رأيكم نختم بالدعاء ويبقى دعاء جميل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحمنا وأن تسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار.